اهلا بيكم. تعالوا بينا نعمل سلطة بشكل مختلف عن السلطة اللي شكلها تقليدي، بطعم وشكل في منتهى الجمال. السلطة دي مكون فيها البروكلي، وانا عملت من البروكلي 3-4 اصناف كده. هنزل لكم باللينك بتاع الاصناف دي في صندوق الوصف للي يحب يشوفها. عملت السلطة دي بصوص كريمي تحفة في منتهى الجمال، ضفته على الخضار. عايزة اقول لكم بقى في منتهى الجمال وفي منتهى اللذاذة ومن اجمل الاصناف حرفيا اللي عملتها في حياتي. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس يا ريت قبل ما نبدأ اعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو اول مرة تزوروا القناة. يلا بينا نبدأ. عندي واحدة من البروكلي قطعتها لوردات بالشكل ده، واديتها غلوتين على النار، وبعد ما حطيتها دقيقتين تقريبا او دقيقة حطيتها في مية باردة. قطعت البروكلي لزهرات صغيرة خالص كده وشوحتهم بمعلقة من الزبدة. الزبدة بتدي طعم حلو أوي. ممكن تشويهم على الجريل وممكن تستغني عن الخطوة دي، بس الزبدة بتدي طعم حلو أوي لها. هستخدم كمان واحدة من الجزر ببشرها ناعم بالشكل ده، وتقدري تستغني عن الجزر او تقدري تضيفي اي مكونات خضار زي ما تحبي. عندي كمان حوالي نص كوباية من الخيار المخلل، تقدري تقللي او تزودي على حسب يعني حبك للخيار. الخيار بيدي طعم حلو قوي جدا في السلطة. ضفت كمان معاهم شوية من البقدونس وفلفل اخضر. بس استخدمت كمان فلفل الوان، حابة تستخدمي فلفل احمر، حابة تستخدمي شوية من الفاصوليا الخضراء مسلوقة ومتشوحة كده بحتة زبدة، مفيش مشكلة. الخضار ده اختياري من اختيارك انتي. قطعت بصلاية الجوليان كده، وبعد كده بدأت احضر الدريسنج او الصوص اللي احنا هنعمله. فنجان من الخل ومع علبة من الزبادي، ضفتهم على بعض. تقدري تعملي الصوص ده في الخلاط وممكن تعمليه بالشكل ده زي ما انا عملته. معلقة مستردة وفص واحد بس من الثوم. ضفت كمان لها معلقتين كبار من الجبنة الكريمي، وزي ما قلت لكم تقدري تستبدلي الجبنة الكريمي بحتة من الجبنة القريش، وتضربي كل المكونات دي في الخلاط هتديكي نفس النتيجة تقريبا. هخلط الميكس ده كده مع بعض بالشكل دوت كده. اتكون عندنا صوص تحفة. عايزة اقول لكم طعمه في منتهى الجمال. قدمته مع السلطة وقلبته معاها. عايزة اقول لكم طعمها في منتهى الجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لو اول مرة تزوروا القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.